السلام عليكم ورحمة الله. المشكلة فيكي انت وفي جسمك انت. آه، ان انك مش قادرة توصليه للإثارة الجنسية اللي هو محتاجها. طبعا المشكلة فيه هو، وهو اللي مش طبيعي، وهو اللي شاذ، وهو اللي مقرف. طيب يعمل ايه كمان؟ يتفرج قدامك على الأفلام الإباحية بدون حياء، بدون خجل، بدون احترام ليكي، عشان برضو يوصلك ان جسمك ما بقاش هو ده اللي بيثيره، ما بقاش هو ده اللي بيشعره بالرغبة الجنسية، وانك معيوبة، وانك مش سكن انت، لا. شوفوا قد ايه قمة الإذلال وقمة التحقير. الزوجة بقى تبدأ تبص لنفسها وتدور، تدور في نفسها على عيب. ايه العيب اللي مخليه هو معاها كده؟ تبصي لنفسك في المراية وتشوفي قد ايه انت ناقصة، قد ايه انت قليلة. تكرهي نفسك وتكرهي حياتك، وتحسي بضعفك، وثقتك في نفسك تتلاشى وتتلاشى لحد ما تبقى مفيش خالص. تجري يا عيني تدوري على علاج نفس، تدوري على كل العلاجات، أدوية، تدوري على أعشاب، تعملي أنظمة رجيم، تشوفي وصفات طبيعية، وتشوفي مش عارف ايه كل ده عشان ترضي البيه وتخليه يحس بالإثارة تاني من ناحيتك انتي. يمكن يبطل يتفرج على القرف ده. تاخدي أدوية وحاجات تعييكي وتمرضك، والله تعييكي وتمرضك. كل ده ليه؟ عشان ترضي إنسان، سوري مش إنسان، أنا آسفة، ترضي حيوان، حيوان مريض. تاخدي حاجات وانتي طبيعية عشان ترضي حيوان مريض. النرجسي كمان يا جماعة بيمارس الجنس بطرق شاذة جدا جدا مع زوجته، بيعمل أفعال مقرفة، مقرفة. أقسم لكم بالله إن في ناس قالت لي الكلام ده بالحرف. النرجسي بيمارس معاها الجنس وهي عندها الدورة الشهرية، وهي حائض. تخيلوا القرف. بيمارس معاها الجنس من الدبر، بيجبرها تعمل معاه العلاقة من الدبر، بيجبرها تعمل معاه اي حاجة من الافعال الشنيعة الشاذة دي. طبعا هي تخاف من غضبه، تخاف يعمل لها صمت عقابي، تخاف يسيبها ويتجوز واحدة تانية لانه دايما بيهددها بده. تخاف يرميها في الشارع لانه برضو دايما بيهددها بده. تفتكروا ايه يعني؟ مش لاقيه كلام اقوله والله. قالت لي كمان واحدة برضو من أصدقائنا الضحايا اللي لسه إن شاء الله، إن شاء الله، لسه للأسف ما بقتش ناجية، بس إن شاء الله هتبقى ناجية. قالت لي إن زوجها النرجسي القذر بيكلمها على إنه بيكون مستمتع قوي قوي. بيكلمها في العلاقة، تخيلوا وهم مع بعض في العلاقة، إنه هيكون مستمتع قوي قوي لو كان في راجل تاني معاهم في العلاقة. يا الله يا الله. بيقول لها هيكون مبسوط لو شافها مع حد غيره وهو بيتفرج عليهم. بيقول لها انه لما لو هي بقت كده هيكون هو في قمة اثارته الجنسية، وهيمارس بقى العادة السرية وهو بيتفرج عليهم وهي مع غيره، علشان يوصل لقمة النشوة والسعادة. تخيلوا القذارة والقرف. اقسم بالله انا جسمي بيقشعر وانا بكلمكم دلوقتي. بيقول لها انه يا سلام يا سلام لو ينفع وهو معاها راجل تاني يجي ويمارس معاه هو العلاقة. شفتوا يعني. انا مش قادرة اكمل اقسم بالله، بس عايزة اوصل لكم قد ايه النرجسي قذر. قذر حتى لو بالخيال، حتى لو بالخيال. شوفوا تخيلاته، شوفوا دماغه بيدور فيها ايه. قمة الدياسة. ينفع وهو معاها يبقى موجود راجل بيقول لها كده، ينفع وانا معاكي يبقى في راجل تاني يمارس معايا انا العلاقة؟ حسبي الله ونعم الوكيل. والله والله الكلام ده حقيقي يا جماعة. كلام اصابني بالغثيان والاشمئزاز. واحدة تانية
عارفة ومتأكدة ان زوجها النرجسي بيجيب ستات في بيتها وعلى فراش الزوجية في سريرها. طب ليه يا حبيبتي؟ ليه مكملة معاه؟ قوليلي ليه مكملة معاه؟ سوري يعني يا جماعة، سوري. ملعون ابو اي سبب يخلي واحدة تعرف ده وتقبل كل القرف ده على نفسها وعلى كرامتها، حتى لو كان السبب ده اولاد او فلوس او مكان هتعيش فيه. يا جماعة الزاني اللي بيمارس الفحشاء العيشة معاه حرام اصلا. الزاني اللي بيرتكب الكبائر عيشتك معاه حرام اصلا، ماله حرام، عيشته حرام. ده غير ده غير طبعا يعني طبعا انه ممكن ينقلك امراض خطيره بسبب الممارسات القذره اللي هو بيعملها دي، من عشيقه لعشيقه ومن ست لست، ومن الله اعلم كمان يمكن يكون من راجل، الله اعلم، من راجل لراجل. ما خفي كان اعظم، اللي ما تعرفيهوش عنه اكتر بكتير من اللي تعرفيه وقرفك في عيشتك. اللي ما تعرفيهوش عنه الجانب الأسوأ بكتير انت لسه ما تعرفيهوش. ليه يا حبيبتي؟ ليه تعملي في نفسك كده؟ ليه تعيشي عيشة زي دي وانت تستاهلي احسن من كده 1000 مرة؟ ينقلك امراض خطيرة من الممارسات القذرة اللي هو بيعملها دي. والمصيبة بقى انه ممكن بعد كل القرف اللي انا بحكيه لكم ده وبعد كل البلاوي السوداء اللي بيقول عليها دي انه يكون اصلا ضعيف جنسيا. اه والله زي ما بقول لكم كده ضعيف جنسيا، وبياخد مقويات وبياخد بلاوي سودا الله اعلم بيها. عشان ايه؟ عشان يبان ان هو ابو الرجاله وانه الجبار اللي يعني هيفرتكك، وهو ولا اي حاجه اصلا، ولا اي حاجه. ولما يبان قدامك انه مش قادر يكمل العلاقه معاكي، مش قادر يوصلك للمتعه، مش قادر يوصلك للاثاره الجنسيه والنشوه، يبدأ يقلب الترابيزة عليكي ويتهمك بقى انك انت اللي باردة وانت اللي ما بتحسيش، وده لو حيطة كانت حست، ده انا لو نايم مع مخدة كانت حست، والكلام بقى اللي ايه في نفسنا كده يا جماعة. ليه؟ انت احسن ست في الدنيا، والا ما كانش هو اختارك. هو اللي مريض، هو اللي يعني هتخلوني اقول كلام ما يصحش. هو اللي فيه كل العبر، هو اللي فيه كل العبر، هو اللي ما ينفعش يعاشر بني ادمين اساسا. ده زيه زي الخنازير، يعيش مع الخنازير، يعمل الافعال القذرة دي مع الخنازير لانه واحد منهم، مش اكتر من كده. الشارع، اقسم لكم بالله، اقسم لكم بالله، الشارع اهون 1000 مرة من عيشة زي دي. لو هشتغل خدامة في البيوت واصرف على ولادي احسن لي من الجحيم ده. انا كده بنقذ اولادي، انا بنقذهم من هلاك. الطب والدين والعلم كله اثبت ان العلاقة في اثناء الحيض او من الدبر خطيرة جدا جدا عليكي وعلى صحتك وعلى صحته. هو ما بيعترفش بده، ما بيعترفش بدين، ما بيعترفش بعلم، ما بيعترفش بقواعد، ما يعرفش حدود، ما يعرفش حدود ربنا. عشان كده بينتهكها بكل سهولة، بكل سهولة، بدون أن يرمش له جفن حتى، عادي. فأرجوكي ما تقوليليش إن أنت مجبرة، أنت مش مجبرة، أنت حرة، وربنا خلقك حرة، وربنا هيحاسبك على حياتك اللي بتضيعيها، على صحتك اللي بتهدريها، على وقتك اللي بتضيعيه في علاقة أبسط كلمة تتقال عليها إنها علاقة مؤذية. والله دي أبسط كلمة، هي مش مؤذية وبس، هي قاتلة، علاقة قاتلة ليكي ولأولادك. اوعي تسمحي له انه يشاهد الافلام الاباحية دي قدامك، لانه بيبقى متعمد، متعمد، بقولك متعمد وقاصد انه يحتقرك ويهينك ويصغرك ويشككك في انوثتك ويحسسك بالنقص وبالدونية. قاصد، قاصد والله قاصد. كل الناس شايفاكي زي القمر، حبوبة، طيبة، جميلة. اللي يشوفك ما يديلكيش سنك، يعرف ان انتي اصغر، لانك كلك حياة، كلك حب، كلك وحش. قد ايه لو نزلت الشارع وانتي كده
الناس هتبصلك وتتريق عليكي مع انك زي القمر. عارفين لما بنقعد نقول، قولي لابنك دايما او بنتك انت حلوة، انت تقدري، انت شاطرة، انت قوية، انت شجاعة، انت ممتازة، انت عرفتي تعملي كذا، كل ده علشان تديلها ثقة في نفسها. مش بنقعد نقول كده عشان ولادنا يبقى عندهم ثقة في نفسهم ويحسوا قد ايه هم كويسين؟ النرجسي بيعمل معاكي العكس، بيشوفك قد ايه انت جميلة، قد ايه انت قوية، قد ايه انت الناس كلها معجبة بيكي ومبهورة بشخصيتك وبجمالك وبتربيتك لأولادك وبقد ايه انت محافظة على بيتك ومحافظة على جمال وشياكة بيتك. هو بقى بيكسر فيكي كل ده، يحسسك ان انت وحشة، ان انت سيئة، ان انت محدش بيحبك، ان الناس بتتكلم عليكي من ظهرك، انك شكلا بقيتي حاجة وحشة، بقيتي بشعة بشعة. هو مش طايق يشوفك، هو اللي مش طايق يشوفك. شوف احنا بقينا يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. يفضل يقولك انت كبرتي وعجزتي وفشولتي وتخنتي وي 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 وي. كل ده من شذوذه، من نقصه، من قرفه. اعذروني يا جماعة لو انا احتديت وطلعت عن شعوري النهاردة، انا عارفة، بس صدقوني الرسائل يعني وجعتني وصدمتني، وحبيت ان انا انقلها لكم. يمكن نستفيد كلنا ونفوق ونلحق اللي ممكن نلحقه من روحنا ومن نفسنا ومن حياتنا ومن أولادنا. من أولادنا يا جماعة، احنا شغلنا الشاغل وهمنا كله أولادنا، خوفنا كله على أولادنا. هتفرحي، هتفرحي وتتبسطي لما تحافظي على المظهر الخارجي والشكل الخارجي للعلاقة، والناس يقولوا فلانة اللي متجوزة فلان اللي عندها مش عارف ايه، وعندها عربية وعندها فيلا هتفرحي لما ابنك او بنتك يتدمروا نفسيا من حالة زي اللي احنا بنحكيها دي، حالة شذوذ، حالة تحرش. هتفرحوا. مش عايزة ارجع اعيد الكلام تاني يا جماعة، بس ارجوكوا ارجوكوا كل واحدة تخلي بالها من نفسها كويس قوي. الفيديوهات اللي احنا بنعملها فيديوهات توعية، يعني عشان تاخدي بالك من نفسك، عشان تفكري كويس، عشان تعرفي ان مش كل الناس ملايكة زيك، مش كل الناس طيبة زيك. في ناس للأسف شياطين، ما تتعاشرش، ما تتعاشرش لأي سبب من الأسباب. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناة لو انتي لسه مش مشتركة معانا. واحب اشكر قوي 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 كل حبايبي ربنا يخليكم يا رب وما تحرمش منكم، حبايب قلبي اللي سألوا عليا وبيبعتولي دايما وبيطمنوا عليا لما كنت تعبانة. منال حبيبة قلبي، سلافة ربنا يبارك لي فيها ويخليها لي. مش عايزة انسى حد والله يا جماعة. سحر، إلهام، فاتن حبيبتي، جيهان حبيبة قلبي، وعلا، كلكم حبايبي والله، وكلكم على راسي من فوق. ربنا يبارك لي فيكم ويخليكم ليا. اشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله.